من بعد الانتصار على الحسنيه بالثلاثه على الاهم اللي فيه ماشي هو انتصار ولكن هي اعاده ثقه للاعبين. ترجع لك الثقه للاعبين والمدرب في هذا الوقت هذا ماشي سهله، وخصوصا حنا مقبلين على الماتش الثاني في دور المجموعات صباط الابطال ضد مانيما الكونغولي. بزاف ديال الناس كانوا حاقين هذا الخصم هذا، ولكن اللي خصك تعرف بانه جيب واحد التعادل ضد ساندونز وكانت مفاجاه في الماتشات الاولين. داك الشيء علاش خاص الحيطه والحذر. اهم حاجه كاينه في هذا الفريق هذا هو انه اخر ماتش ليه كاين النفسيه مهزوزه، خصوصا الهزيمه ديالو في البطوله ب2-1. اهم حاجه اللي متفائل بها انا هو الملعب اللي غادي نلعبوا فيه اللي هو فأل خير علينا الملعب الشهداء اللي كاين في كينشاسا كونغولي. هذا الملعب هذا اللي كيتواجد في العاصمه كونغوليه قبل 6 سنوات الرجاء غتحقق فيه اللقب الثاني ديال كاس الكاف. جا الانتصار هذا من بعد الهدف القاتل اللي ماركا عليهم الحافظي في المباراه ديال الذهاب. الرجاء غدير واحد الماتش كبير بزاف وغنتصلوا عليهم في دونور ب3-0. هذا الماتش هذا غادي يتالق فيه بن حليب، وللاشاره هذه النسخه هذه هي اللي حقق فيها بن حليب الهداف ديال الدوره. هذا الجيل الذهبي اللي حقق اللقب كان بقياده بدر بانون وكذلك سفيان الرحيمي اللي الاشاره كانت هذه ازهى فتره غيدوزوها في الرجاء. هذه الحقبه هذه باش ما نساوش كنتعرف التالق ديال الرئيس ديال الرجاء جواد الزيات بانتدابات ديالو المعقلنه. جواد الزيات فيما كيجبدوا عليه الرجاء كيجبد لهم هذا الماتش هذا اللي كيقول لهم ما عمرني نساه فيه. للاشاره هذا الجيل الذهبي اللي فاز بهذا اللقب غادي يبقى منه واحد اللي هو انس الزنيتي. اذا انس الزنيتي هو الوحيد اللي مازال عارف خبايا ديال هذا الملعب. صراحه الحاجه الوحيده اللي خلعني في هذا الماتش هو الملعب او العشب الصناعي اللي كاين، والرجاء شحال هذه ما لعبات فيه العشب الصناعي. للاشاره هذا العشب الصناعي اللي كاين دابا ماشي هو اللي لعبت فيه الرجاء في كاس الكاف، راه بدلوه في 2022 ملي لعبت المغرب والكونغو في تصفيات كاس العالم. احسن حاجه ممكن دير الرجاء في هذا الاسبوع هذا هو التريني على هذا الملعب ديال العشب الصناعي، خصوصا حنا نلعبوا مع 2 ديال النهار يعني غتكون نسبه ديال الرطوبه طالعه شويه.